السلام عليكم، أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة من حكاوي تيتا. قصة النهاردة عن مدينة الجن، عن بوابة الجن، المدينة اللي يقال إن فيها عرش الشيطان نفسه، المدينة اللي مفيش حد دخل فيها وخرج تاني، أي حد بدخل فيها ما برجعش تاني، حتى القنوات الفضائية معرفتش تصور فيها. مدينة الجن اللي يقال إن اللي بناها الجن بأمر من سيدنا سليمان، ويقال إن اللي بناها مخلوقات تانية قبل وجود البشر زي مثلا البن. كل ده هنعرفه لما نكمل الفيديو في حكاوي تيتا المرعبة. قبل ما نبدأ الفيديو بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. مدينة سفار بالجزائر يقال إن هي بوابة الجن، بوابة العالم الآخر، المدينة الغريبة أو المدينة المفقودة. كل حاجة فيها غامضة، نقوش ورموز محدش عارفها ولا حد عارف يفكها، محدش عارف ايه اللغة دي او ايه اللهجة دي او ايه الكتابة دي وبتعود لأي عصر محدش عارف. يقال ان المدينة دي قبل نزول البشر الارض، المدينة دي كانت موجودة قبل ما البشر، قبل ما سيدنا آدم ينزل الأرض. يعني ممكن المدينة دي يقال إن هي بتثبت زي ما قيل، يعني إن الجن والبن كانوا عايشين في الأرض قبل نزول سيدنا آدم، واللي بناها الجن والبن، زي ما ذكر ابن كثير في كتاب بداية ونهاية عن إن اللي كان قاعد في الأرض قبل نزول سيدنا آدم الجن والبن. ويقال برضو إن في حروب كانت في المدينة دي، وزي ما الرموز بتشير إن كان في حروب بين بشر وبين مخلوقات تانية غريبة، مخلوقات بتطير، وده برضو بيظهر في نقوش ورسومات على المدينة. حكاية مدينة سفار، مدينة العالم الآخر. المدينة دي مفيش حد دخلها وخرج منها، أعظم مرشدين سياحيين بيخافوا إن هم يدخلوا فيها، لأن المدينة دي يقال إن هي من 12 ألف سنة، يعني قبل ما الإنسان ينزل الأرض. طيب المدينة دي فيها رموز غريبة بتبين حيوانات زي زرافة وغزال وقرود، وكتابة طبعا محدش عارفها، يعني لا هي إغريقية ولا هي رغلفية، محدش عارف ايه الكتابة دي أصلا. يقال إن المكان ده كان قبل كده غابة، وبعد كده أصبح مكان متحجر بفعل العوامل الطبيعية، لأن الزرافة والغزالة والقرد والحاجات دي مش هيعيش في صحراء زي ما في بعض الأماكن اتغيرت بفعل العوامل الطبيعية. طيب اللي مش طبيعي بقى إن المدينة دي بالظبط عاملة زي المتاهة، بس متاهة صخرية كلها حجر، بنايتها قريبة جدا من بعض وكلها كهوف. يقال إن مستحيل الكهوف دي تكون من صنع البشر، أو إن البشر يعمل صخر بالشكل ده أو كهف بالشكل ده. كمان في رموز في المدينة دي بتشير الحرب، بس مش حرب بين بشر وبشر، لأ، ده حرب بين بشر ومخلوقات بتطير، زي ما الرموز مبينة وموضحة. البشر بيوجهوا سهامهم لأعلى، يعني المخلوقات طايرة فوقهم. ايه المخلوقات اللي بتطير فوق البشر والبشر كانوا بيحاربوها دول؟ وبكمان في رموز تانية بتبين عمالقة، يعني البشر بيحاربوا عمالقة. الحيوانات اللي في المدينة دي في رموزها حيوانات غريبة غير اللي احنا عارفينها، حتى الحيوانات اللي قريبة من الأبقار والبهايم مختلفة، وأحجامها ورسمتها غير البهايم المألوفة اللي احنا بنشوفها حوالينا. كمان شكل البشر مختلف عن أشكالنا وعن البشر اللي في كل رسومات العالم. محدش عارف لغاية دلوقتي المدينة دي مين اللي كان ساكنها أو مستوطنها، البشر أم الجن أم البن أم المخلوقات الفضائية، لأن في برضو رسومات بتبين إن يعني شبه كبير جدا بين للمخلوقات الفضائية اللي يقال عليهم. يعني الرموز دي والأشكال دي تشير لي دول جن ولا بشر
ولا مخلوقات فضائية؟ محدش عارف يفك لغز المدينة دي، لأن أي حد كان بيروح فيها كان بيفقد وبيموت على طول. وكان جازف أكبر ساحر في تاريخ البشرية اللي هو أليستر كراولي وفريق معاه من الطلبة بتوعه أو التلاميذ بتوعه السحرة اللي بتعلموا السحر على الساحر الكبير المشهور في العالم ده كله. وكراولي جازف وقال انا هروح المدينة دي، وفعلا دخل المدينة دي. سفار يعني في اماكن بالنهار تروحها وتدخل فيها لغاية اماكن معينة، وبعد كده بتخرج تاني منها، لان ممنوع ان انت تجاوز المكان ده، لان بعد كده هلاكك. بعد كده محدش بيدخل ولا بيتوغل، واللي بيدخل ما بيرجعش تاني. والجيش كمان في حراسة قدام المدينة دي، يعني الجيش حاطط حراسة كمان عليها، معنى كده ان دي مدينة شأنها خطير وعظيم. طبعا كراولي والفريق بتاعه دخلوا، والحاجة الوحيدة اللي كراولي قالها لما دخل المدينة دي وبعد كده لما لقيوه، قال احنا كنا سامعين بالليل، سمعنا اصوات صاخبة، اصوات عالية، وكنا بنمشي ورا الاصوات دي، كنا بنمشي وراها ونروح وراها لغاية ما نتنقل من مكان لمكان، وكنا بنوصل لعمق أكبر وأكبر في المدينة لغاية كده وهو مش فاكر حاجة. لكن الحاجة الوحيدة اللي قالها لما سئل عن التلاميذ بتوعه أو الطلبة بتوعه، قال ماتوا، اتقتلوا، كلهم اتقتلوا، محدش نجا غير كراولي فقط. قال المدينة دي أخطر مدينة في العالم، محدش يروحها ولا يدخلها، لأن فيها عرش الشيطان. كراولي قال الكلام ده، وكراولي كتب مذكراته، كتب كلام كله غريب وكلام بشفرات، محدش عرف يفك الرموز والشفرات دي لغاية الآن، لدرجة ان كراولي مات ومحدش برضو عرف يفهم ايه اللي كاتبه او قصده ايه من الكتابات اللي هو كتبها. كراولي مات وساب وراه اللغز ده اللي بيزود ألغاز مدينة سفار. طيب اللي كان عايش في مدينة سفار دي، البن والجن، زي ما اللي هم كانوا مستوطنين الأرض، زي ما تكلم ابن كثير في البداية والنهاية في كتابه، زي ما قلنا في أول الفيديو. ممكن يكون الجن والبن وبعد كده البشر جم عاشوا فيها، محدش عارف. ممكن يكون الكائنات الفضائية برضو، محدش عارف، عشان تفضل المدينة دي لغز محير العالم كله. لغز لدرجة ان القنوات الفضائية لما حبت ان هي تدخل هناك وتصور، الناشونال جيوغرافيك كانت كل ما تحاول تدخل وتصور لازم يحصل حاجة في التصوير، الآلات تعطل، يحصل مشكلة، يحصل حاجة، لغاية ما الأمر يعني قالت خلاص مش هنصور، وفعلا تراجعت عن اللي كانت بتعمله. قناة وحيدة فرنسية هي اللي صورت المدينة، لكن من أعلى من طيارة، محدش دخل جوه المدينة وصور. كل اللي صور في المدينة حاجات في يعني في أول المدينة وبالنهار، محدش دخلها بالليل. يقال كتير عن مدينة سفار دي، يقال إن هي مثلث برمودا الأرض، واللي قال كده أمريكا بجلالة قدرها، قالت إن يعني سفار دي هي مثلث برمودا الأرض، يعني المكان، يعني في مثلث برمودا اللي احنا عارفينه في البحر اللي أي سفينة أو طيارة أو حاجة تقرب من عنده تختفي، الصفار هي كده بالنسبة لكوكب الأرض، أو هي كده بالنسبة للتربة أو للأرض. ويقال كمان إن هي قارة أطلانتس المفقودة. وفي بقى أساطير خرافات الله أعلم هي حقيقية ولا كذب، إن هي لما بينزل المطر وتشرق الشمس أنت مش هتقدر تفتح عينك فيها. يقال عليها كلام كتير جدا، وفي كتير من الفئر البحث راحت عشان تحل لغز الموجودة دي المدينة دي، لكن كله اتفق إن المدينة دي موجودة قبل البشر من 12,000 سنة. محدش عارف، لكن اللي معروف ان الرموز اللي في المدينة دي رموز مش بشرية، وان البشر اللي في المدينة دول مش بشر عادي، والحيوانات برضو كذلك، وان فيها مخلوقات بتطير زي في الصور كده، وان كان في حرب بين البشر وبين المخلوقات دي سواء كانت جن او مخلوقات فضائية. وفي كمان فيها رسوم بتبين ان الموجود في المدينة دي مخلوقات فضائية، زي مثلا الصور اللي انتوا هتشوفوها دي. دي مدينة سفار، دي نقوش ورموز على المدينة.
للمزيد من المعلومات الغريبة والقصص العجيبة ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.